تفتكر العميل بيشتري المنتج ولا بيشتري التجربة اللي حوالين المنتج؟ في منتجات عظيمة بتفشل مش علشان فيها عيب، لكن علشان العرض اللي حواليها مش واضح أو ضعيف، وده بالضبط الفرق بين اللي بيبيع واللي بيبني قيمة. في الفيديو ده هنتكلم عن مفهوم الماركت اوفرينز أو العروض السوقية، وإزاي الشركات الشاطرة مش بس بتصمم منتجات، لكن بتبني عروض متكاملة بتشد العميل من أول لحظة. هنفهم عناصر العرض ونشوف أمثلة من السوق، وهنعرف إزاي نطبق ده على مشروعنا. إيه هو الماركت أوفرينج أو العرض السوقي؟ ببساطة كل شيء الشركة بتقدمه علشان تشبع احتياج العميل، سواء منتج، خدمة، تجربة، أو حتى قيمة. يعني مش مجرد شيء بيتباع، ده عرض كامل بيتصمم عشان يخلي العميل يحس إنه بيكسب أكتر من اللي بيدفعه. طبقا لفليب كوتلر الأب الروحي للتسويق، العرض السوقي أو الماركت أوفرينج بيتكون من 3 مستويات. المستوى الأول الكور برودكت، المنتج الجوهري، وده ببساطة القيمة الأساسية اللي العميل بيدور عليها، زي الراحة، التوفير، الأمان، السرعة. المستوى الثاني الاكشوال برودكت، المنتج الفعلي، وده ببساطة هو الشكل اللي بتتجسد فيه القيمة دي، وده بيشمل المنتج نفسه، التصميم، البراند، الباكج. المستوى الثالث الاوجمانتد برودكت، المنتج المعزز، وده ببساطة كل الإضافات اللي بتخلي تجربة العميل مريحة وممتعة، زي الضمان، الشحن، الدعم الفني، محتوى توعوي، سياسة الاستبدال. كتير بنقابل الحالة دي، شخص بيقول لك أنا تعبت على منتجي جدا ومع ذلك مفيش بيع. وهنا بيكون السؤال، هل أنت بتبيع منتج ولا بتقدم عرض كامل بيخلق تجربة؟ اللي بيفرقك عن غيرك مش المنتج بس، ولكن القيمة الكاملة اللي بتقدمها. تعالوا مع بعض نطبق مفهوم الماركت اوفرينج أو العرض السوقي من منظور فيليب كوتلر على مثال من السوق المصري والسوق العالمي. هنبدأ بالسوق المصري، شركة فوري. الكور برودكت أو المنتج الجوهري هو الراحة والسرعة في دفع الفواتير. الاكشوال برودكت أو المنتج الفعلي هي الماكينات، التطبيق، اسم براند موثوق. الاوكماندد برودكت أو المنتج المعزز عبارة عن شبكة انتشار ضخمة، خدمة عملاء، تذكير بفواتير، سجل دفع. ستاربكس، لو خدنا ستاربكس كمثال عالمي، هنبدأ بالكور برودكت أو المنتج الجوهري، هي لحظة استرخاء أو استراحة وسط اليوم. الاكشوال برودكت أو المنتج الفعلي كوب قهوة بجودة معينة، اسم، ديكور، لوجو. الاوجمانتد برودكت أو المنتج المعزز، الاسم على الكوب، الواي فاي، المكان المريح، تجربة الشراء. القهوة في حد ذاتها مش كفاية، العرض الكامل هو اللي بيخلي العميل يدفع أكتر وهو راضي. تعالوا مع بعض ناخد تطبيق عملي مختصر وشيق في نفس الوقت. أنا عايزك تتخيل معايا إنك بتبيع نظارات شمس. لو ركزت على خامة العدسة والسعر، يبقى أنت بس مركز على المنتج الفعلي. لكن لو خدنا الماركت اوفرينج أو العرض السوقي وطبقناه على مشروعنا، الموضوع هيكون مختلف تماما. إزاي؟ تعالوا مع بعض نضيف ماركت اوفرينج أو عرض سوقي لمشروعنا. الكور برودكت، المنتج الجوهري، يكون إحساس بالأناقة والثقة. الاكشوال برودكت، المنتج الفعلي، يكون شكل مميز، ماركة، ألوان متنوعة. الاوجمانتد برودكت، المنتج المعزز، يكون علبة شيك، ضمان، تجربة شراء اونلاين سهلة، دعم سريع على الواتساب. يبقى انت كده عملت عرض سوق متكامل، مش بس منتج. تعالوا مع بعض نصحح بعض المفاهيم الخاطئة. أول مفهوم معانا، أنا عندي منتج حلو الناس هتشتريه على طول. الصح، العميل مش بيشتري المنتج، هو بيشتري القيمة اللي ورا المنتج. تاني مفهوم معانا، العميل يهمه السعر وبس. الصح،
لو العرض السوقي متكامل العميل بيدفع أكتر وهو راضي. وملخص سريع لفيديو النهارده، الماركت اوفرنج او العرض السوقي بيتكون من 3 حاجات: الكور برودكت المنتج الجوهري، الاكشوال برودكت المنتج الفعلي، الاوجمانتد برودكت المنتج المعزز. او بشكل مبسط، الماركت اوفرنج او العرض السوقي عباره عن 3 حاجات: المنتج زائد القيمه زائد التجربه. الشركات اللي بتفهم ده بتكسب قلوب وولاء العملاء مش بس فلوسهم. واخيرا خليني اسالك، تفتكر ايه اكتر براند في السوق بيقدم عرض سوق متكامل؟ اكتب اسم الشركة في التعليقات. ولو حاسس ان الفيديو ده فتح لك زاوية جديدة في التفكير، اعمل لايك وسبسكرايب، واستنى باقي سلسلة مفاهيم التسويق من بيزنس فلو 360.